مساء الفل يا حلوين. نورتوني في بداية هوم. اذكري الله وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة لعشاق البيتزا. هعلمك تعملي أحلى عجينة بيتزا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة بطعم البسطرمة و ولا أروع من كده طعم بيتزا هتجربيها. يلا بينا داخل الفيديو عشان نعرف ايه هي الطريقة. جيبي البولة بتاعتك ابتدي انزلي فيها بكيس الخميرة وعليها معلقة من السكر، وابتدي انزلي بالمية بتاعتك ونقلب كل المكونات كده مع بعضها لحد ما تتجانس. بعد كده ابدأ انزل بمعلقة من اللبن البودر. جربي اللبن البودر بيديها طعم جميل جدا وفي نفس الوقت بيديها طراوة. ابتدي انزلي بمعلقة من التوم باودر والبصل البودر. جربيها في البيتزا ويا سلام لو عندك معلقة زعتر كده تبقى زي الفل، ونص معلقة كده من الملح، وقلب كله مع بعضه لحد ما الخليط كله يتجانس. انا النهارده مستخدمه نص كيلو من الدقيق. ابدا انزل بالنص كيلو وابدا اظبط الميه بتاعته واعجن عجنه مظبوطه. لقيت كده العجينه ملزقه مفيش مشاكل، حطيت عليها ربع كوبايه من الدقيق وابدا اخلط كل المكونات مع بعضها، وفي الاخر ابدا انزل بالزيت. انا استخدمت زيت زيتون وعجيني كله مع بعضه. بصي عجينة هتاكليها لوحدها، اصلا عجينة طرية وهشة وجميلة. استخدمت النهاردة جبنة موتزاريلا من الحمد، هي جبنة مبشورة تستخدميها لكل انواع المعجنات، ومعاها شرايح من البسطرمة او اي طعم انت بتحبيه. بصراحة احلى طعمين ليا البسطرمة والصدق، تحفة في البيتزا. شايفين العجينة بتمط ازاي وهشة ولذيذة وان شاء الله تعجبك. ابتدي جيبي العجينة بتاعتك بعد ما تخمر بعد ساعة على الأقل، وحطي أي نوع صلصة انتي بتفضليه أو لو كانت صلصة بيتزا. أبدأ كده أوزعها، أهم حاجة يكون الفرن سخن. ابتدي حطي الطعم اللي انتي بتحبيه، أنا النهاردة مستخدمة البسطرمة، وأبدأ بقى أحط المكونات كلها على البيتزا. عندك فلفل اخضر حطي، احمر حطي، اصفر حطي، كل انواع الفلفل لو بتحبيه. وطبعا الطماطم ما ننساهاش، او كل واحد على حسب الطعم اللي بيحبه. عندك زيتون حلقات حطي، اخضر او اسمر الاتنين طعمهم تحفة. وبعد كده هبدأ انزل بكمية الجبنة المبشورة. كل طبعا ما تتوصي بكمية الجبنة بتدي طعم احلى للبيتزا، بس اهم حاجة خلي بالك من السعرات، مش عايزين نتخن يا جماعة. دخليها بقى على فرن سخن وهتطلع لك احلى بيتزا بالشكل اللي انت شايفاه. بصراحة شكلها لوحده اصلا يجوع. مش بتاخد في الفرن يعني 10 دقايق من فوق ومن تحت. نبدأ بقى نقطعها وبألف هنا. اهم حاجة مع البيتزا الصوص بتاعها، صوص الشطة ده تحفة جدا، اللي مجربوش يجربه. هتاكلي احلى بيتزا بالصوص او الكاتشب، او لو مش حابة هي كده اصلا بتتاكل لوحدها. وبألف هنا وشفا على قلبك يا جميلة. جعتوا اكيد صح؟ قولولي في التعليقات ايه اكتر نوع بيتزا بتحبوها. شايفين الجبنة جميلة جدا، العجينة تحفة يا جماعة، هشة ولذيذة، وإن شاء الله تجربيها وتدعيلي. في نهاية الفيديو بقى مستنية تعليقاتكم وآرائكم في الفيديو. يا رب يكون الوصفة عجبتكم وتجربوها. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.